السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب. لا ننتظر من العالم أن يعترف بسيادة المغرب على صحرائه، بل ننتظر منه أن يعرف مع من حشرنا الله في الجوار. هذه العبارة المشهورة اللي قالها جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، كنت بصراحة أتصور أن هي قاسية جدا على الجزائريين، وكنت بقرأ كمان في استخدامه كلمة حشران ديت قسوة شديدة. لكن 3 أيام وأنا بحاول أدخل على بعض المواقع التواصل الاجتماعي فيها حوارات عن يعني الصحراء المغربية والقضية المغربية والبلوزري وكده يعني. وفي ال3 أيام لا يخرجني من هذا الحوار إما أن يغلقوا في وجهي أو من كتر السباب والسب واللعن ليا وللي خلفوني. معقولة؟ يعني أنا عشان بقول لكم يا جماعة الخير ابتعدوا انتوا عن البلوزري، وكفاية تمويل لهم من سلاح وعتاد وقنوات واستضافة سنوات، يبقى ده جزاتي. الله، هو انتوا يعني انتوا يا جزائريين لا تملكون الا السب واللعن لكل من لا يتوافق معكم. اللي ما بقاش مؤيد لما تقولون يبقى هو كافر وفاجر وامه وابوه. يعني انا مش فاهم اي منطق دوت. معقوله وصلت بك هذه الرذيله او الرذائل لهذا الحد؟ معقول هذه اخلاق ناس ثوريين، ناس ذاقوا الوجع، وناس بيدعوا ان هم بيأيدوا القضيه الفلسطينيه وقضيه المسلمين الاولى. طب لما انت كده جميل قوي كده وابن حلال وحلو قوي كده، طب وبتدافع عن قضيه المسلمين الاولى، كن ايضا مسلم ولا تسب من يختلف معك. كن مسلم وكن حاوره بشكل عقلاني وبشكل محترم. لكن انت مالك يا مصري؟ طب هو برضه نفس السؤال، وانت لما اقول له كده وانت كمان مالك ومال الصحراء؟ خلي الجماعه بتوع الصحراء المغربيه لهم يجلسوا مع الدوله المغربيه وتعطيهم حقوقهم، وهم اصلا ادوهم الحكم الذاتي. لا، انت طالما انا اقول له كده يبقى انا راجل من ليس مصريا وانا يهوديا وانا فاجر وامي وابويا وسباب على. يعني انا بصراحه اول يوم قلت يمكن ديت مجموعه كده يعني، خلينا نجرب تاني يوم. والنهارده كان اخر يوم. كان لدرجه ان انا والله من كتر السباب والشتائم والسب واللعن والوصف وانا يهودي وصهيوني ومخزنجي، لدرجه ممكن اقول لكم والله متغديت النهارده. مش عشان خاطر يعني، لا، عشان خاطر انا معقوله مستوى ناس وصل، وناس مفترض ان هم متعلمين، ما هماش ناس مثلا في ملعب كوره كما اقول زي ما انا قلت قبل كده، مثلا مجموعه شباب مثلا ملعب الكوره، شباب طائش عفوا، سب الشعب المغربي ومعلش وسامحوهم، لكن الناس الكبيره ناس عاقله، لكن دي ناس كبيره اللي بحاورها. معقوله يصل بيهم هذا الغل وهذا الكراهيه هذا الاسفاف في التعامل؟ انا لا احمل سلاح، انا مجرد بقول لك من فضلك ابتعد انت عن القضيه. انت يا جزائري او الدوله الجزائريه او النظام الجزائري، طالما انت في مساند او انت موجود في الصوره، لن تحل هذه القضيه، لانك جزء من المشكله، لانك انت اللي عملت المشكله اصلا. ومن ثم لا يمكن ان ننتظر ان تحل المشكله والمغرب والجزائر فيها، لان هي جزء من المشكله وليس جزء، وبالتالي لن تكون جزء من الحل يوما ما. لكن حاوروني يا اخي، حاورني بالمنطق. ما انا عندي برضه مستندات، ما انا قارئ الحمد لله على فكره، وعندي ادله كتيره جدا جدا على ان المغرب او ان الصحراء مغربيه. وبالتالي انت بتقول لي انت مخزنجي وانت ممول، وانت طبعا يعني اتهامات يا اخي الله يجزيك، وانت متجوز مغربيه يا اخي الله يجزيك. بلاش تشخصن الموضوع، خليك حاورني بالمنطق وبالعقل وبالدلائل وبالحقائق التاريخيه، مش تقول لي انت متجوز مغربيه وانت شغال في المخزن. يعني اتهامات سخيفه وكأن يعني مخزن ايه؟ هم المغرب او رجال المغرب ونسائه واطفاله اقدر مني 1000 مره
أنا راجل غلبان بسيط لا أمتلك شيء. هنا أما المغرب به رجاله وبه نسائه وبه أطفاله وشبابه اللي قادرين أن هم يأتوا بحقه ويدافعوا عن حقوقهم. لكن أنا مجرد بقول يا جماعة الخير تعلموا مما جرى في بين السعودية وما بين إيران. العلاقات عادت بعد قطيع دام السنوات وكاد يصل للحرب، وهم في النهاية امتثلوا لحتمية الجغرافيا والتاريخ والعلاقات وعادت العلاقات بين الدولتين. أنتم أيضا ماذا تنتظروا؟ الملك قدم مبادرة مرة واثنين وثلاثة لفتح الحدود وعودة العلاقات بين الدولتين والتجارة والتبادل مش عارف من الشعوب. إلا أبدا أنت طالما أنا لا أؤيد ما يقولون فأنا صهيوني وأنا كاره الدولة الفلسطينية وأنا عدو للحرية وللشعوب، وطبعا ألفاظ والملك مش عارف مين، أصل الملك أصله إيه وفصله إيه. يا عم أصل الملك إيه يا راجل أنت؟ ده أنا لما جبت كده أشوف مواليد بتاع ده العربي بطمة بتاع ناس الغوان، فرقة ناس الغوان البديعة دي اللي أنا بحبها، أشوف مواليده 1949 أقدم منك أنت كدولة. يعني مواليد عربي بطمة وفرقة ناس الغوان ديت أقدم منكم كدولة. احترموا نفسكم، عيب لا تسيئوا للملوك اللي موجودين على هذه الأرض من آلاف السنين قبل أن تولد أنت ولا أجدادك. احترم نفسك، عيب. وبالتالي بيهرب يقول لك اصله جد الملك وام الملك واخت. يا اخي خليك انت في القضايا. الملك معيش وما نعيش زي الفل، انت مالك انت مالك ام الملك؟ ما تكلمني بالادله والحقائق والتاريخ. مش هقول لي اصل تهرب تقول لي اصل الملك ومش عارف ايه ومش عارف مين ومين راح واصل انت مخزنجه واصل انت متجوز مش عارف مين. يا اخي عيب الكلام ده اساسا. انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللوسه دي؟ هكذا هو حكم الجنرالات. عشان نكون منطقيين، لا ينتظر من اعلام الجنرالات خير اطلاقا، بالعكس دائما وابدا بيعمي دائما الميديا الاعلاميه بتغرس فيهم الكراهيه لاتجاه فصيل ما عشان يوجد عدو دائم للدولة، عدو دائم للشعب، ومن ثم الجنرالات يبقوا على السلطة لأن ما نقدرش نسيبكم وهناك عدو يتربص بكم ويتربص بثرواتكم، وهم أصلا هم نهيب ثروات الشعوب كلها. ومن ثم أنا أخشى على الجزائر والله من ازدياد مساحة الفتنة والكراهية. فخلي بالكم، لأن الحقد والكراهية لا تصيب إلا صاحبها أولا، تحرق كبده أولا، بتحرق ثوبه وتحرق عمره كله. وبالتالي كل خوفي على الجزائر الحبيبة. للأسف أنا مرة تانية أحيي جلالة الملك، مش للأسف عشان لا، للأسف على أن كلامه طلع صح، كلامه طلع منطقي 100%. أنا بالفعل أحييه على حاجتين: أنه قال هذه الكلمة العبقرية اللي تدلل على أنه كان يستشرف المستقبل، كان قارئ للأحداث. والأمر الثاني أنه تخلص من الجنرالات، لأن احنا شايفين حكم الجنرالات لا يأتي من ورائها أو من ورائه خير. أنتم دمتم بكل خير، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.